أهلا بيكم حبيباتي وبناتي. معاكم دكتورة سحر جمعة، متخصصة في رعاية الأم والطفل. قررت إن أنا أعمل القناة بتاعتي دي عشان خاطر في بنات كتير بيشتكوا من مشاكل بتواجههم، بيكونوا مكسوفين يتكلموا عنها. في مرحلة الحمل في ستات كتير بتشتكي من مشاكل كتير، فأنا قررت أعمل المحتوى بتاعي ده عشان خاطر أقدم لكم خبراتي، وأي واحدة في عندها أي مشكلة تقدر تكلمني فيها وأنا أساعدها فيها. محتوايا الأساسي اللي أنا أوصل بيكي بر الأمان إن أنت تفهمي جسمك كويس طول فترة ما أنت سن الإنجاب، ومن قبل الإنجاب كمان، من ساعة لما تبلغي. يعني أنا محتوايا ده لثلاث أقسام، مجموعات. السنة الأولى هتخاطب البنات الصغيرين، هتخرجهم من المخاوف اللي هم بيحسوا بيها، المتاعب اللي بيحسوا بيها أثناء الدورة الشهرية، المشاكل كلها اللي بتواجههم هم بنات. خوف من الزواج، لأن كتير جدا كلموني هم بيخافوا من الزواج ومن الكلام اللي بيتقال عليه ومن المعاملة اللي هتتم بعد الزواج. فأنا هوصل لك المعلومة بطريقة صحية وبسيطة، ونتكلم يعني كأننا أصحاب مع بعض. ما تكسفيش اللي انتي تسأليني في أي حاجة، الأسئلة اللي انتي خايفة تسأليها تكسفي تسأليها لأي حد. كونك ان انت بتاخدي معلوماتك من صحابك ده غلط اصلا، لان هم ما عندهمش اي خبرة باي حاجة. فانا هديك المعلومة الصحيحة البسيطة السهلة اللي توصل لقلبك على طول وتخلصك من اي مخاوف. دي هتبقى السلسلة الاولى اللي هي افهمي جسمك للبنات الصغيرين، فترة اللي هم قبل اول ما يبلغوا على الحد لما تقرر ان هي تتجوز، تخطط للجواز، واكون واقفة جنبيكي ازاي تقدري تختاري الزوج الكويس وتقدري اللي انتي تدخلي الجواز بصحة كاملة. السلسلة التانية وهي رحلة حمل آمنة، هستلم الست من بداية الحمل وازاي تعرف ان هي حامل من قبل ما تروح للدكتور، المشاكل اللي بتمر بيها اي حامل والمتاعب البسيطة والفرق ما بينها وما بين المشاكل الكبيرة، وازاي اللي احنا نحل كل مشكلة بسيطة ما نوصلهاش لمضاعفات او مشاكل تحصل اثناء الحمل. هبقى معاكي لحظة بلحظة ويوم بيوم، وهقولك ايه اللي انت مفروض ان انت تعمليه انت وحامل، سواء في التغذية، سواء في النوم، سواء في الراحة، او التطعيمات انت ممكن تاخديها، الفيتامينات، كل ما يخص الحامل. اي مشاكل بسيطة ما نطورهاش، ولو في حاجة كبيرة ازاي امتى نلجأ للدكتور وامتى اللي احنا نقول ان دي مشكلة كبيرة. السلسلة الثالثة هتبدأ من بعد لما تولد سلام، من اول يوم للنفاس لحد لما ابنك يكمل سنتين. مشاكل بقى الطفل الصغير وازاي تقدري تشيليه وترضعيه وتأكليه وتكبريه، والنوم ومشاكل الصحية والتطعيمات وكل ما يخص الطفل. انا هفضل معاكي لحظة بلحظة، هقدم لك معلومة سهلة وبسيطة وقريبة لقلبك. انا بكلم معاكي كأم كأخت. قوليلي ايه اللي انتوا محتاجينه الاول، اكتبولي في الكومنتات ابدأ بسلسلة ايه، وايه الحاجات اللي خايفين منها، وايه الحاجات اللي محتاجين ان انا اتكلم فيها انزل لكم فيديوهات عنها، وايه المشاكل اللي ممكن متوقعة ان هي ممكن تحصل لك، واحنا نتكلم عليها خطوة بخطوة ولحظة بلحظة، وكل الحاجات الجديدة والصحية.